السادس من ديسمبر 2022، ليلة للتاريخ. إلى كل المغاربة، إلى المنتخب المغربي، الله يعزكم زي ما أفرحتم قلوب أنهكها الألم. الله يعزكم ويسعدكم كما أسعدتم أمة منهكة ورسمتم على شفاهها فرحة نسيتها كثيرا. لأول مرة بتابع الدقائق الأخيرة من مباراة منذ انقلاب 2013 وضربات الجزاء المغربية. الله يعزكم، المغرب على موعد مع التاريخ. المغرب بين الثمانية الكبار. المغرب أول منتخب عربي في دور الثمانية في تاريخ كأس العالم. علاقتنا بالألعاب الجماعية ليست على ما يرام. عن العرب أتحدث. المغرب أول منتخب عربي بين الثمانية الكبار في كأس العالم. المغرب كما كانت أول منتخب عربي يتأهل لدور ال16 في تاريخ المنتخبات العربية، أيضا المغرب وفي قطر وش السعد بترسم البسمة على شفاه مئات الملايين، على أمة من المحيط إلى الخليج لا تستطيع هذه الليلة أن تفرق بين المغربي والجزائري والتونسي والموريتاني والصومالي والمصري والأردني والسعودي والإماراتي والكويتي والقطري. كلهم عرب، كلهم صرخوا الله أكبر مع هذا الانتصار. ألف مبروك للمغرب هذه الليلة التاريخية. الله يعزكم ويفرحكم كما فرحتم هذه الأمة ورسمتم تلك الفرحة. والله ما شفت دقائق من مباراة بقول لك من سنة 2013 إلا اليوم. شوف لما يكون النجاح والإصرار والرجولة تجبرك انك تقف احتراما، هكذا كان المنتخب المغربي اليوم. تهنئة خالصة من القلب، تهنئة خالصة من القلب لأشقائنا المغاربة ولكل الأمة من المحيط إلى الخليج. والفوز على مين؟ على أسبانيا الخصم اللدود للمغرب بضربات الترجيح، وحارس أدى مباراة أكثر من رائعة، ما يقدروش يجيبوا جون. بونو نجح في التصدي لضربات الجزاء اللي اتشاطت عليه كلها في مشهد استثنائي. الليلة استثنائية بكل تأكيد. الاحتفالات مش بس في المغرب، في كل الوطن العربي، في كل الدول الأوروبية تقريبا. المغاربة منتشرين في كل مكان. الدول الأوروبية اللي فيها جالية مغربية كبيرة ما بقتش تعرف هذه اللقطات تأتي من أمة عربية أم من كافة أنحاء العالم. ألف مبروك للمغاربة هذه الليلة العربية الخالصة، بسمة وسط بحار من الألم. شوف صور ماني غنمشي ونتصور غنفوت غنبانو في الكاميرا. في لحظات هذا المنتخب البطل نسانا الألم والدموع وخيبات الأمل. في لحظة هذا المنتخب الذي لم يخسر، كمان هو أول منتخب يصل افريقي يصل لدور الثمانية من غير اي خسارة في مبارياته السابقة. المغرب النهاردة تثبت اننا قادرون. ربنا يوفقهم.
لقطات الفرحة والسعادة والاحتفالات والأهازيج والغناء تأتي من كل مكان، من كل حدب وصوب. فلسطين 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 اللي الجماهير المغربية لم تنساها لا أوقات القحط ولا أوقات النصر. فلسطين التي كانت حاضرة في أذهان المغاربة على وجه التحديد زي أشقائهم الجزائريين في كل مناسبة. فلسطين التي لم ينساها المغاربة في لحظات يعني تذهب بالعقول، لكن بقيت فلسطين وأعلام فلسطين والدعاء والغناء لفلسطين عنوان رئيس في مشوار هذا المنتخب الكبير، واللي بنتمنى من كل قلوبنا أن يكمل المشوار، وهو بإذن ربك قادر على هذا. الاحتفالات كانت في فلسطين أيضا. بالله عليك لو ما قلت لك ان دي فلسطين الغالية كنت هتتخيل اي تخيل اخر غير انها المغرب وشعب المغرب. تحية لفلسطين، تحية لارض الابطال والمكافحين والصابرين والقابضين على جمر الحق.